النهارده هنعمل خلطة المحشي وهقول لكم على التكات بتاعتي اللي بعملها بتخليه تحفة. جربوا بس الطريقة دي بجد هتعجبكم. في حلة فيها زيت على النار وسمنة، لازم المحشي يتحط له زيت. هنزل بالبصل المفروم اقلبه كده في الزيت كويس، وهنزل كمان بقطع من دهنة اللحمة او الدهون بتاعت اللحمة، بجد دي بتخليه تحفة. لازم تحطيها، بتغير طعمه خالص. واذا عندك لحمة مفرومة او اي حاجة او لحمة مقطعة ممكن برضو تضيفيها للمحشي في المرحلة دي، وبتقلبيها مع بعض لحد ما بتدبل شوية. وتكوني بقى محضرة فلفل اخضر مفروم برضو وفصين توم. التوم في المحشي جميل جدا، جربوه بس مش كتير، بتحطي فص او 2 على حسب طبعا الكمية. انا عاملة كمية 1.5 كيلو رز، فبحط له فصين توم، وهقلبه برضو معاه كده كويس. هنا بقى عندي البهارات، عندي فلفل اسود وكمان فلفل اسود وبابريكا وكمون وقرفة وجنزبيل، وطبعا الملح انا بحط شوية هنا وبعد كده شوية في الخلطة. وبهارات بقى محشي او ال7 بهارات، وكمان معلقة سكر، لازم بتحطي سكر عشان حموضة الطماطم. وهنا حتة صغيرة من هريسة الشطة، طبعا بتكتري على حسب ما انت عايزة الحماوة بتاعتها. وهنا عندي طماطم معصورة، المحشي يتعمل بطماطم معصورة مش بصلصة، دي بتفرق طبعا في طعم المحشي. ممكن تحطي له معلقتين صلصة بس مع الطماطم المعصورة مش لوحدها. وبسبكهم على النار كويس. هنزل بقى بالرز المغسول والمتصفي، ده رز مصري عادي مغسول ومتصفي. هنا بقى عندي تكاية، عندي هنا بصلة مفرومة مع الفلفل الاخضر والثوم، انا شلت معلقتين كده بحطهم نيين على الخلطة. وهنا عندي الخضرة مقطعة. هنا كمان عندي نعناع اخضر مقطع صغير خالص، او نعناع ناشف لو ما عندكيش، بس لازم تحطي نعناع. وهنا عندي بقى الخلطة جاهزة، بظبط الملح بتاعها وببدأ ان انا احشي. بجد جربوا الخلطة دي هتعجبكم جدا.